زيارتنا إلى هذا المتحف. أولا أشكر جزيل الشكر إلى كافة الإطارات والموظفين بهذا المتحف الثري. حقيقة كثير منكم من هو ينتمي إلى الجيل الرابع من أبناء الثورة التحريرية التي والحق يقال أنني شخصيا عانيت جزءا بسيطا منها، وكان عمري آنذاك 10 لا يتعدى من 6 سنوات إلى 10 سنوات إلى أن أنجز ونعم علينا ربنا بالاستقلال. فعلا هذا التراث الثري الذي يجب المحافظة عليه ليس فقط كآثار، لكن يتعين على كل إنسان، يتعين على خاصة الشباب التحلي بالروح الوطنية، لأنه لم يذق طعم الاستعمار ولم يذق طعم الاستعمار. وهذه الزيارة تندرج كذلك في معاناة إخوتنا الشعب الصحراوي الذي ميزت بين المتحف الوطني ومتحفهم والمتحف الوطني، وكانت كلها متشابهة من حيث المبادئ، من حيث الوسائل الاستعمارية القديمة والحديثة. على كل أكرر شكري إلى المسؤولين على هذا المتحف الثري، والتمس بكل لطف من كافة أعضاء هذا الوقت تبليغ هذه الرسالة المتمثلة في ما كان يعانيه الشعب الجزائري من قمع ومن تعذيب ومن قتل وتشرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.